على الايفنت يا مرتضى؟ انا ان شاء الله موجود باذن الله، بس انت عارف يعني برضه ايه الجو العام بالنسبه للاغنيه. احنا تقريبا في ديستورشن حاصل. الديستورشن ده مأثر على المجتمع ككل. واصبحت في الفتره الاخيره احنا تقريبا الفئه اللي موجوده تقريبا يعني معظمها بتسمع بوسطها مش بودنها. فاحنا ما ننتسبش للفئه دي، يعني احنا بننتسب للفئه اللي بتسمع بودنها علشان نوصل معلومه. طب ما حلو برضه ان الشعب يرقص وفي نفس الوقت ينظف الودن. بالظبط، يرقص بس ايه؟ ينظف الودن بالظبط. حضرتك شايف ان اللي بيحصل ينظف الودن؟ اكيد لا. بس خلاص هو ده اللي انا عايز اسمعه منك. ايه اللي انت معترض عليه تحديدا؟ ولو بالاسامي تبقى عملت الصح. لا انا ما احبش اقول اسامي لان انا ما احبش ان انا اهين حد، لكن احنا نتكلم في العموم بكل امانه ان في كلمه بتتقال لا تليق بالمجتمع المصري، في اشكال ما ينفعش تطلع اساسا في الميديا ولا السوشيال ميديا. انا مستغرب فين دور الرقابه، مستغرب ايه حاله الصمت الرهيب دي. احنا في عندنا وسطين اللي هم المفروض جناحي الامه اللي بيشيلوا الامه بيجروا بيها، اللي هم بنقول عليهم ايه؟ القوة الناعمة اللي هو الرياضة والفن. وللأسف الشديد احنا عندنا الرياضة احنا كل سنة وانت طيب، والفن كل سنة وانت طيب، ويعني لا تعقيب. يعني اعتقد الناس كلها شايفة ده، بس اللي ما بيقولش ده هو يعني شيطان أخرس.